اليوم أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل، ما أكلت، لك ثواب صوم يوم واحد. ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك وأكلت، الله يعطيك ثواب صيام 10 أيام. هكذا، لأن هذا مؤمن. المؤمن إذا قال لك أفطر أفطر، لك أجر الصوم 10 مرات، وأجر إذا صمت فهو مرة واحدة. فإذا قالت لك زوجتك خذ هذا الشاي وافطر، فافطر حتى لو كان قبل المغرب بدقيقة. الله يدعوك إلى الصيام، النبي صلى الله عليه وآله يدعوك إلى الصيام. ولكن مؤمن يأتي ويقدم لك الشاي، ما يحتاج يدعوك إلى بيته، لا، يقدم لك شاي، يقدم لك تمرة. الله يدعوك إلى الصوم، والمؤمن يدعوك إلى الإفطار. تقدم دعوة الله أو تقدم دعوة المؤمن. الله نفسه، النبي نفسه يقول ولو أنا دعوتك إلى الصوم ولكن أجب دعوة المؤمن. المؤمن إلى كرامة، لا ترد كلمته. المؤمن يفترض إذا قال شيئا أن تفعل ذلك الشيء. الله والرسول يقول أجب دعوة هذا العبد المؤمن حتى إذا قبل المغرب ب5 دقائق. مو فقط يقول أجب. أنت إذا صمت، اليوم أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل، ما أكلت، لك ثواب صوم يوم واحد. ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك وأكلت، الله يعطيك ثواب صيام 10 أيام. لاحظوا هذه الالتفاتة. وأعجب من ذلك، إذا أجبت الدعوة ولم تقل له إني صائم، ما قلت له، قال تفضل أنت ما أكلت، الله يكتب لك ثواب صيام سنة كاملة. طبعا الناس ما يقبلون هذا الحكم، يعني صعب عليهم تنفيذ هذا الحكم، يتصور لا أنه إذا صام ثواب أكثر. هذه روايات موجودة في وسائل الشيعة وموجودة في كل كتبنا الفقهية المطولة، والروايات مذكورة عن المعصومين صلوات الله عليهم. أن الصيام كم له من الأجر عند الله. لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، ولا يقع في الحرام. كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.